السدر او النبق هو نبات شجري كيخرج في مناطق صحراويه وشبه صحراويه. الورق ديالو هو اللي معروف عند العشابين، وحتى الثمر ديالو كيتسمى النبق. هو مذكور في السنه النبويه، وكان كيستعملوه العرب القدامى في الغسيل، التنقيه، وحتى في الادويه الشعبيه. عنده عده فوائد للبشره والشعر والجهاز الهضمي. بالنسبه للبشره او الشعر هو كينقي من الحبوب والرواسب، كيتخلط مع الماء وكيتستعمل كماسك طبيعي، وكيقوي الشعر وكيمنع التساقطات. بالنسبه للجهاز الهضمي كيعاون على طرد السموم من الجسم وكيهضم الماكله، خصوصا في حاله الانتفاخ. هو مضاد للاكسده طبيعي، كيقوي المناعه خصوصا عند الناس اللي كيتعرضوا للتعب بزاف. وبزاف ديال الناس كيديروا به الرقيه الشرعيه، كيغليو السدر في الماء وكيغتسلوا به باش يطردوا العين والطاقه السلبيه. وكاين اللي كيديروا حمام بورق السدر باش يحسوا بالراحه النفسيه، خصوصا في الايام اللي كيكونوا مبرزطين او مقلقين. السدر آمن بصفة عامة، ولكن الاستعمال بزاف أو بشكل عشوائي يقدر يضر. الحوامل والناس اللي عندهم أمراض مزمنة خاصهم ياخذوا رأي الطبيب قبل ما يستعملوه. ماشي بديل للدواء، ولكن مكمل طبيعي ومفيد. السدر كنز طبيعي، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوه بطريقة صحيحة. جربوه ولكن بعقلانية، وما تنساش تشارك الفيديو مع اللي يهمو الأمر، وخلي لي تعليق. واش جربتي السدر من قبل؟ وشنو كانت النتيجة؟